بسم الله والصلاة على رسول الله. أهلا بكم في مطبخكم. اليوم إن شاء الله راح نديرو ان ديسير بذوق البخاليني والكراميل. لهذا الديسير نحتاج باكي تاع فلون كراميل، نص لتر حليب، مغرف قهوة تاع نسكافيه، عطل بخاليني، باكي تاع جاتو شوكولا حسب الاختيار، 3 مغارف أكل تاع بخاليني وهو عبارة عن لوز مرحي مع الكراميل، 3 مغارف أكل بودرة شونتيي، 3 مغارف أكل سكر، نحتاج إلى الماء، ونحتاج إلى حبة تاع بنان. أول حاجة نديرو في كسرونة نص لتر تاع حليب، ونديرو عليه هذاك الباكي تاع الفلون كراميل، نخلطوه مليح، نديروه فوق النار يغلي، نخدمو الفلون عادي. بعد ما يطيب النار نخلوه يبرد حتى يجمد هكذا. دون ان سالادي نحطو هذاك الفلون تاعنا اللي شد روحو، وبيان سور لازم يكون بارد، نكونو حطيناه في فريجيدير. نزيدو عليه هذاك 3 مغارف تاع اكل لا كريم شونتيي، ونقعدو نخدمو فيه بالباتور مده 10 دقائق كيما نخدمو لا كريم شونتيي حتى يولي لي هكذا، يولي لي كوم اون موس. في كسرونه نديرو 3 مغارف اكل سكر مع 3 مغارف اكل ماء، ونخلوهم على نار متوسطه هكذا، نخلطوهم ونخلوهم يغلو حتى يديروا لنا هكذا الفقاعات. كل مره نحركوا الكسرونه وما نستعملوش المغرف، نقعدوا هكذا غير نهزيو فيها حتى يولي اللون تاعها كراميل هكذا، لون ذهبي. نفرغوها مباشره فوق بابي هكذا كويسون، ورق الطهي، نبلاطيوها هكذا باش تجينا الكراميل تاعنا رقيقه. فوالا، ونحطوها في مكان تجمد لنا. دا نوتر كوتي نديرو مغرف تاع نسكافيه، نزيدو عليها شويه تاع الماء، وتقدري تستعملي قهوه بارده عادي. نوجدو هذوك لي غامكان نديرو فيهم الديسير، نحكمو هذاك كاطو شوكولا تاعنا، ديري نتيا واش تحبي، نغطسوه في هذيك النسكافيه هكذا، نديرهم طبقه اولى، ونحكمو الحبه تاع البنان تاعنا قطعناها هكذا دي رونديل، نديروها هكذا كطبقه ثانيه. بعد ما درنا لا كريم شونتيي للفلون تاعنا، نزيدولو 3 مغارف اكل تاع بخاليني، ونزيدولو تاني عطر البخاليني، ونخلطوه مليح، ونعمروه في كيس حلواني او بوشادوي، ونبدا نعمر هكذا، ندير طبقه ثالثه هكذا. بعد ما جمدت لي الكراميل شوفوا جات هايله، نكسرها الى قطع عشوائيه ونديرهم كديكور فوق لو ديسير تاعي، ونديروها في الفريجيدير، نقدموها في سهرة رمضان، تكون باردة ولا كريم تكون شادة روحها. بألف صحة. سلام.